السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده جبت لكم كيكه الكاكاو. كيكه سهله جدا وبسيطه ومقاديرها بسيطه جدا. يعني الكيكه دي تقليديه جدا، وهنعرف كل الاسرار اللي تخليها هشه معانا وسكرها مظبوط وتبقى طعمها حلو جدا. شايفين قوامها عامل ازاي؟ بجد من ألذ الكيكات اللي ممكن تاكلوها مع الشاي او القهوه. هنبدأ دلوقتي وهنشوف الطريقة مع بعض. بس يا ريت قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي ليندا ودي قناتي. يا ريت لو عجبتكم القناة تشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. ويلا نبدأ على طول في الطريقة. أول حاجة هبدأ بيها هي البيض. أنا هحتاج في الوصفة دي 3 بيضات، طبعا لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هنخفقهم كويس جدا، وكمان هنزل عليهم بكوبايه من السكر. كوبايه السكر دي سكر الكيكه هيكون مظبوط جدا. لو حابين انها تكون مسكره شويه ممكن تزودوا نسبه السكر. اهم حاجه في الخفق بتاع البيض ان احنا نخفقها كتير جدا لحد ما يبقى قوامها متضاعف ولونها فاتح زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هبدا انزل عليها بمعلقه صغيره من الفانيليا وهضربها تاني. ودلوقتي كمان هبدأ اضيف 3/4 كوباية زيت. 3/4 اللي هو نص كوباية وربع او 3/4 كوباية من الزيت. طبعا ممكن تستبدلوه بالزبدة، دي حاجة ترجع لكم. وهبدأ اضربها تاني بعد ما حطيت الزيت علشان يخلي القوام فلافي اكتر. وهنزل عليها كمان بنص كوباية من اللبن الحليب، وهبدأ اضربهم تاني مع بعض. دلوقتي بقى هبدأ اضيف المواد الجافة. هحتاج لكوبايتين دقيق، انا بعديهم على منخل او مصفى عشان ما يبقاش في اي تكتلات. الكوبايتين دقيق دولت هبدأ اشيل منهم معلقة واحدة من الدقيق، معلقة طعام. طبعا لو انتوا حابينها كاكاو فهنحط مكان المعلقة دي معلقة كاكاو، وهحط كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهبدأ انخلهم مع بعض او اعديهم على مصفى عشان ما يبقاش في اي تكتلات. طبعا لو انتوا حابينها انها تكون كيكة فانيلا عادي هنشيل معلقة الكاكاو دي وهنكتفي بكوبايتين الدقيق بس. دلوقتي بقى انا بدأت اضربها كده ضربة خفيفة الاول علشان الدقيق ما يبهدلش الدنيا، وبعدين بدأت اضربها لحد ما كل حاجة تتجانس مع بعض، واتأكد ان ما يبقاش في اي تكتلات دقيق. طبعا انتوا ممكن تستعملوا في الكيكة دي المضرب اليدوي عادي خالص. طبعا انا كنت ناسي رشة الملح فضفتها دلوقتي. وطبعا لازم رشة الملح في وصفات الحلو لانها بتعدل الطعم. وكالعادة لازم ننزل اللي على الأجناب بسباتيولا زي ما انتم شايفين كده عشان اتأكد ان كل حاجة امتزجت كويس. هضربهم ضربة بسيطة لحد ما اتأكد ان كل حاجة تمزجت مع بعض، وده بيكون قوام الكيك بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده. دلوقتي بقى هبدأ اجهز القالب اللي انا هستعمله. ده بيكون شكله عامل زي اشجار كريسماس زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اديله رشة من السبراي، وهمسحها كده مسحة بسيطة بالفرشة عشان اتأكد ان يكون السبراي دخل في كل حتة. هتستبدلوا السبراي بايه؟ بمسحة زيت او زبدة. وبعدين هبدأ اضيف عليه رشة من الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اخبط عليه عشان اتأكد ان الدقيق يكون تغلغل في كل القالب وكل الفتحات الصغيرة اللي فيه. وبعدين نفضته كويس من اي زوايد، وبس كده يكون القالب جاهز معايا. هبدأ انزل فيه بخليط الكيك ما بياخدش وقت، يعني حسب برضو القالب اللي انتوا بتستعملوه. انا في الصواني العادية بتقعد معايا الكيكة ساعة الا ربع، وطبعا ده بيكون حسب الفرن بتاعكم. لازم يكون الفرن ساخن مسبقا، وبسيبه ساعة الا ربع لو صينية عادية. انما في قالب زي كده ممكن مثلا ياخد نص ساعة و5 دقايق او ساعة الا تلت حسب قوة الفرن عندكم. وطبعا يفضل ان انتم ما تفتحوش الفرن خالص طول ما الكيك بيستوي علشان ما يهبطش منكم. وكمان اول ما يستوي ما تطلعوش من الفرن على طول عشان ما يهبطش منكم، لازم تسيبوه في الفرن شوية. هنعرف ان هو استوى ولا لا عن طريق التوثبيك او عواد شيش طاووق. وبعدين انا طلعتها وحطيتها على البورد زي ما انتم شايفين كده، وبدات ازينها بشويه سكر باودر كانها سنو. وده شكله انا بالنسبه لي شكله لذيذ جدا، وطبعا طعمه تحفه. مقاديره مظبوطه جدا، سكرها مظبوطه. بدات ازينها بشويه من الروزماري او اجليل الجبل الفريش، وحبيت ان انا اضيف شويه من الراسبري عشان يكسر اللون. وكان عندي شويه من السبرينجلز ملون فيهم سنو فليكس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حبيت برضو اضيفها، وشوية من كرات الشوكليت. ده بيكون شكلهم لونهم احمر وابيض واخضر، الوان الكريسماس. وده بيكون شكل الكيك بعد ما خلصته. طبعا شكله حلو جدا وطعمه لذيذ جدا.
بدات اقطعها معاكم عشان تشوفوا قوامها عامل ازاي من جوه. من اسهل الكيكات اللي ممكن تعملوها، يعني انا عن نفسي ما خدتش معايا وقت خالص، وبسيطه ومقاديرها بسيطه، بتهيألي اي حد ممكن يعملها حتى لو مبتدئين. شايفين قوامها عامل ازاي؟ انسب كيك ممكن تاكلوه مع الشاي او القهوه، حاجه لذيذه كده وسريعه. وبس كده تكون خلصت وصفتنا النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو والطريقه تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك للفيديو، ولو مش مشتركين في قناتي يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.